السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت المتعة الكروية ورجع معها المنتخب الوطني المغربي بلائحة جديدة للمباريات الجاية ضد النيجر وزامبيا في إطار تصفيات كأس العالم. اليوم غادا نهضروا على اللائحة اللي خرج بها الركراكي ونشوفوا شنو كتعني لينا هاد الاختيارات خط بخط. نبداو بحراسة المرمى. اللائحة فيها ياسين بونو، منير الكجوي والمهدي الحرار. من هنا كيبان ان المنتخب محافظ على التجربة ديال بونو والكجوي، وفي نفس الوقت كيعطي فرصة للحرار باش يكون حاضر وياخذ الخبرة. الحراسة باينة مستقرة وما فيها صداع كبير، وهذا الشيء مهم حيت هذا المركز خاصو الاستقرار والثقة. ندوزو للدفاع. كاين أشرف حكيمي، عمر الهلالي، محمد الشيبي وجواد ياميق، أشرف داري، نايف أقرد، آدم ماسينا، سفيان الكرواني ويوسف العماري. الخط الدفاعي متنوع بزاف، عندك اللي كيلعب في الأطراف بحال حكيمي والشيبي اللي كيعطيونا سرعة واندفاع هجومي، وعندك اللي كيقدموا صلابة في المحور بحال نايف أقرد والياميق. الركراكي هنا باين باغي يجمع بين الخبرة ديال بعض الأسماء والشباب اللي كيقدر يعطي إضافة لقدام. ندوزو دابا لوسط الميدان، فيه سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، عز الدين أناحي، اسماعيل الصباري، بلال خنوس، ونايل العناوي وإلياس بن صغير. هذا الوسط متنوع بزاف، عندك أمرابط اللي كيعطي القوة الدفاعية وكيقطع الكرة، وعندك العزوزي والعناوي اللي كيقدموا حلول بدنية وتقنية. من جهة أخرى أناحي والخنوس والصباري وبن صغير كيجيو لمسة فنية وصناعة الفرص. الركراكي هنا باين باغي وسط متكامل كيقدر يدافع يهاجم ويخلق الفرص. دابا غندوزو للخط المهم الهجوم. كاين ابراهيم دياز والياس خوماش ومروان سادني وايوب الكعبي، يوسف نصيري، حمزه ايكمان وشمس الدين طالبي وامين عدلي. الهجوم فيه اسماء متنوعه بزاف، نصيري والكعبي اللي معروفين بالقوه البدنيه وحضورهم في المربع، وبالمقابل عندك ابراهيم دياز، امين عدلي واخوماش اللي كيجيو باللمسه الفنيه والمهاره الفرديه، مروان سادني، طالبي وايكمان كيعطيو حلول اضافيه خصوصا من حيث السرعه والتحرك بين الخطوط. هنا واضح ان المنتخب عنده بدائل كثيره وما غاديش يبقى معتمد على اسلوب واحد. الخلاصه ديال الشيء كامل، ملي كتشوف اللائحه كامله كتلقى ان الركراكي يحافظ على الاستقرار في جوج خطوط، الحراسه والدفاع، وزاد التنويع الكبير في الوسط والهجوم. اللائحه كتشير ان المنتخب غادي يلعب بالتوازن، يكون عنده دفاع قوي، وسط متنوع، وهجوم فيه حلول مختلفه، وهذا الشيء يقدر يساعد بزاف في المباريات الافريقيه اللي كتطلب صرامه دفاعيه وفعاليه هجوميه. الى هنا نسالي معكم، قولوا لي في التعليقات شنو رايكم في هذه اللائحه، واش كتظنوا انها قادره تعطي الاضافه وتخلي المنتخب حاضر بقوه في التصفيات. ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد على المنتخب.